الكارت بتاع البنك، كارت الفيزا او كارت القبض او كارت المعاش، رحت اسحب من المكنة بتاعة البنك، الكارت بتاعي اتسحب جوه المكنة. السؤال ده جالي كتير قوي. تعالوا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نعمل مشاركة للفيديو لكل الناس اللي احنا عايزين ان هم يستفيدوا، نعمل اعجاب او لايك، ونعمل مشاركة لكل الناس زي ما احنا قلنا. صلوا بينا على النبي. اول حاجة، انا بروح اسحب المرتب او بسحب المعاش او بسحب فلوس لأي سبب. اول نصيحة نقولها، لما نروح نسحب يفضل ان احنا نسحب من المكان بتاع نفس البنك بتاعنا. يعني انا مثلا البنك الاهلي اروح لمكنة البنك الاهلي، بنك مصر اروح لبنك مصر، وهكذا. لكن ينفع ان احنا نسحب من مكان بنك تاني؟ ينفع، مفيش مشكلة. لو عايز يلا بينا روح. طيب، الحالات اللي الكارت بيتسحب فيها في المكنة، ايه الحالات دي؟ اول حالة ان النور اتقطع، السيستم وقع، بدخل الكارت النور فصل، السيستم فصل، فبالتالي الكارت بتاعي اتحجز جوه. طيب، في حالة تانية، لو الكارت بتاعي منتهي الصلاحية وانا معرفش، فرحت بدخل الكارت، المكنة سحبت الكارت. ليه؟ قال لي كارت منتهي الصلاحية، الكارت اتسحب مني، لان انا مفروض منتهي الصلاحية ما استخدموش. طيب، في حالة تانية ممكن ان الكارت يتسحب مني، في تالت حالة، هما كده يبقوا تالت حالة، ان انا بدخل الرقم السري اكتر من مرة غلط. يعني انا دخلت الكارت، كتبت رقم، قال لي رقم غلط، دخلت رقم تاني، طلعت، دخلت، وهكذا 3 مرات. المرة الرابعة البنك بيحتفظ بالكارت ويشك، يقول لك لا، كده احتمال ان الكارت ده اتسرق من صاحب الحساب، وحد بيجرب ان هو يسحب من بره، فبيدخل كذا رقم سري عشان يعمل تجربة عشان يقدر يسحب، يروح ساحب منك الكارت ويقول لك خلاص كده الكارت اتسحب منك. يبقى احنا كده عندنا كام حالة؟ عندنا 3 حالات. طيب، الكارت اتسحب، اعمل ايه بقى؟ التصرف اللي انا مفروض اعمله، اول حاجة انا واقف بسحب من المكنة قدام البنك ولا من مكنة فرعية في محل او في صيدلية او في اي مكان غير البنك؟ لو انا واقف قدام البنك فانا خلاص عرفت ان المكنة دي تبع الفرع ده، احنا خلاص عرفنا ان هي تبع البنك الفلاني. اني فرع فيهم؟ انا واقف قدام الفرع اهو، يبقى المكنة دي تبع الفرع ده. طيب، انا بسحب من مكنة في صيدلية او في مول او في ماركت، انا معرفش المكنة دي تبع لاني فرع، فبكلم خدمة العملاء، بقول له حصل معايا كذا، انا كنت واقف المكنة في المكان الفلاني، دي تبع لاني فرع. هيقول لي الفرع اللي هي تبع له. طب انا بسأل على الفرع ليه؟ دلوقتي في شركة بتيجي للمكنة دي بتعمل تزويد للفلوس، الفلوس اللي فيها خلصت، فبيجي يجيب فلوس ويفتح الادراج ويبتدي ان هو يمون المكنة بفلوس علشان الناس تقدر ان هي تسحب منها. وهو بيمون بيشوف الكروت، لو في كروت مسحوبة بياخدها، شركة الامن دي بتاخدها، بتروح بتسلمها في الفرع اللي المكنة دي تابعة له. يعني انا مثلا عندي البنك الاهلي تابع لفرع ايه؟ عنده فرع مثلا الجيزة، فرع الماظة، فرع كذا، يروح رايح للفرع ده يقول له احنا لقينا الكروت دي في المكنة رقم كذا، بياناتها اهي، والكروت دي لقيناها موجودة جوه. طيب، يبقى انا اروح رايح على مين؟
على الفرع ده اللي المكنه دي تابعه له، واقول لهم لو سمحتوا امبارح حصل كذا. الفرع ده لو انا ما روحتش ممكن يعمل ايه؟ بياخد الكارت بيبعته على الفرع اللي انا فاتح فيه حساب بتاعي. يعني انا رحت اسحب من فرع تاني، فهو بياخدها يبعتها للفرع اللي انا فاتح فيه حسابي، يقول له الكارت ده يخص عميل موجود عندك، ممكن ان هو يجي يسأل عليه، يروح باعته له. تمام؟ بتروح حضرتك الاول تاني يوم على طول اهو، تاني يوم تروح رايح للفرع زي ما انت سألت خدمة العملاء، يقول لك لا ده فرع البنك الاهلي، فرع مثلا الماظة، تروح رايح له انا حصل كذا، يقول لك الكارت بتاعك اتفضل. طيب لو انا سحبت من ماكينه بتاعت بنك تاني، يعني انا البنك الاهلي رحت سحبت من بنك مصر وحصلت القصه دي، في الغالب بنك مصر مش هو البنك بتاعك، هيلاقي كارت مش بتاع عميل من عنده، مفروض ان هو بيبعته للبنك بتاعك. القصه دي طبعا بتاخد وقت، ووارد ان هو ما يبعتوش ويعدمه ويقول لك روح اعمل كارت جديد. فلو انت هتسحب من بنك تاني، يعني يفضل ان انت تسأل الاول خدمة العملاء عندك او الفرع اللي فيه الحساب بتاعك. لو ما لقيتش الكارت بتاعك وانت محتاجه، هتعمل واحد جديد، طبعا بتكاليف اصدار جديدة، وبتبلغ خدمة العملاء ان هم يوقفوا الكارت القديم، بتقول لهم الظروف اللي حصلت، وبتقول له اعمل لي اصدار لكارت جديد واعمل لي ايقاف للكارت القديم. الكارت الجديد بيجي لك في خلال حوالي 7 ايام ل10 ايام عمل، بيوصل عندك في البيت بشركة توصيل او شركة بريد خاصة بالبنك، بيبعتها لك، بيبقى التوصيل حضرتك بنفسك اللي بتستلم، او ان انت بعد اسبوع بتروح تستلم الكارت من داخل البنك من على الاستقبال بالبطاقة بتاعتك الفرع اللي حضرتك فاتح فيه الحساب. ارجو ان تكون لمت لكم الموضوع بصورة تفصيلية. لو عندك اي استفسار اكتب لي في تعليق، بس اهم حاجة ما تنساش ان انت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نعمل شير ولايك وكومنت عشان نوصل الفيديو لكل الناس اللي احنا عايزين ان هم يستفيدوا معانا. وفي التعليقات كل واحد يكتب لي التجربة اللي حصلت معاه ايه، قد يكون في معلومة نشاركها مع بعض، حد مننا عنده معلومة يفيد بيها الناس التانيين، قد يكون في حاجة انا نسيت ان انا اقولها، فمفيش مشكلة خالص ان احنا نتشارك مع بعض، ان احنا نحاول نوصل المعلومة بصورة افضل. هننتظر الاراء والتعليقات والمشاركات، واشوفكم يا رب بكل خير. السلام عليكم.